السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو المنتظر بقى وهي الكنافة بالقشطة، حاجة كده خيال بجد. طعمها حلو جدا جدا جدا، وبعدين سهلة سهلة كده وبسيطة، بس على قد سهولتها وبساطتها بس طعمها بيبقى حلو. تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نشترك في القناة وتفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اول حاجه انا جبت 3 كوبايات من الحليب، وحطيت عليهم 4 معالق من النشا، وهبتدي ان انا اضيف السكر زي ما انتوا عايزين بقى. السكر ده على حسب الرغبه، فانا حطيت 4 معالق برضو من السكر. لو انتوا حابين تخلوها مسكره اكتر ممكن تضيفوا، لو حابين ان هي تبقى مسكره اقل ممكن تقللوا من السكر. بس انا كده اكتفيت بالاربع معالق، لان لسه طبعا هنضيف عليها شربات. وبعد كده بحطها على النار وافضل اقلب فيها التقليب مستمر لحد ما تاخد القوام اللي انتوا شايفينه ده. وما ننساش طبعا نحط معاه معلقه كبيره من القشطه او وش اللبن لو ما عندكيش قشطه. وبعدين بقى نيجي بقى للكنافه. بجيب الكنافه بتاعتي بحطها في الفريزر لحد ما تبقى مفرفره كده بالشكل ده، وابتدي اعملها بايدي كده. مش هتاخد معاكي اي حاجه، هتتعمل بمنتهى السهوله. بفرفر الكميه اللي انا عايزاها على حسب الكميه اللي انا عايزاها يعني. وبعدين ببتدي اجيب الصينيه بتاعتي وابتدي ان انا اوزعها كده. احط عليها كده شويه محترمين من السمنه. الكنافه لو انتوا عايزينها تبقى مقرمشه كده وطالعه مقرمشه لازم بنضيف سمنه كتير ونزود في السمنه شويه. وهبتدي بقى ان انا ارش الكنافه بتاعتي في القاع الصينيه كده بالشكل ده. احط كميه برضو كويسه من الكنافه. وبعدين يعني هي الصينيه دي اخدت معايا يعني كده حوالي نقول كيلو الا ربع من الكنافه، او ممكن نقول كيلو الا ربع لنص كيلو على حسب طبعا بقى حجم الصينيه بتاعتك. وبعد كده ببتدي ان انا بس احط في الجناب كده، ازود الكنافه شويه في الجناب علشان الكريمه بتاعتي ما تطلعش من الجناب بتاعتي. هبتدي ان انا اضيف في الجناب كده واسويها بالشكل ده. وزي ما قلت لكم بنحط كميه كويسه علشان تطلع معاكي القطعه زي ما شفتوها كده. وهبتدي ان انا اجيب صينيه اصغر، مقاس اصغر، وابتدي ان انا اضغط عليها كويس قوي عشان تطلع معاكم كده متماسكه وما تبقاش ما تفكش معاكم. والجوانب بتاعتها برضو هنبتدي نضغط كده الصينيتين على بعض لحد ما يعمل جوانب بالشكل ده. شايفين بقت عامله ازاي؟ كده بقت جاهزه عندي ان انا احط عليها الكريمه بتاعتي. هنزل بقى بالكريمه بتاعتي اللي اخدت القوام الجميل ده، وابتدي انزل بيها. هي سخنه طبعا فمش هتفرق قوي لان احنا هنحط الصينيه على طول في الفرن. وبعدين او ممكن نسيبها تبرد كمان لو انتوا حابينها يعني تبقى كده. لو هتسيبوها شويه ممكن نسيب الكريمه بتاعتي تبرد، بس مش هتفرق كتير في الوصفه. وبعدين بعد ما سويتها كده بقى ممكن نضيف الاضافات دي اختياريه، بس هي بتديها طعم طبعا احلى. ان انا جبت شويه كده من المكسرات او شويه سوداني، اي بقى حشوه عندك ممكن نحطها كمان عليها بالشكل ده كده. شايفين؟ اديها طعم طبعا حلو. وزي ما قلت لكم ممكن نستغنى عنها خالص، تبقى كريمه بس او قشطه بس، بيبقى طعمها برضو حلو قوي. بعد ما عملت كده هبتدي ان انا اجيب بقى بقيه الكميه اللي عندي بتاعه الكنافه، وابتدي ان انا احط على الوش كده. برضو نضيف كميه معقوله من الكنافه على الوش. شايفين؟ نرش برضو كده. بس في المرحله دي بقى مش هنضغط قوي لان طبعا الكريمه عشان ما تطلعش كده من الجناب، فنحاول ناخد بالنا. وانتوا لو ضايفين بس كميه كويسه من الكنافه على الوش فما تقلقوش الكريمه مش هتخرج بره. ابتدي بس اضيف في الجناب اهم حاجه، وابتدي اضغط بس ضغطه بسيطه كده بايدي بالشكل ده كده لحد ما نحس ان هي تماسكت شويه. وبعدين هنضيف بقى نجيب بقى بقيه السمنه اللي عندي. يعني استخدمت كوبايه كده من السمنه. وزي ما قلت لكم هي الكنافه بتحب السمنه كتير، فيعني كل ما هنحط سمنه اكتر هتطلع معاكم مقرمشه وحلوه قوي. وبعدين بقى نبتدي نحط كده، وممكن نحط كمان ميكس بين السمنه والزيت لو انتوا يعني مش عايزين تحطوا سمنه كتير. بس ما يفضلش الزبده لان الزبده بيبقى فيها نسبه سوائل فمش هتخلي الكنافه معاكي مقرمشه. يعني بيبقى فيها لبن كده شويه فمش هتبقى معاكي مقرمشه، فلازم يبقى يا سمنه يا زيت، سمنه على زيت. يعني نبتدي بقى نضيف كده بعد ما ضفت بقى السمنه بتاعتي كلها على الوش. هبتدي احطها في الفرن على درجة حرارة 180 ل 190 كده، يعني درجة حرارة متوسطة على حسب طبعا درجة حرارة فرنك لحد ما تستوي. انا عندي بقى الشربات بتاعي ده. انا جبت 3 كوبايات من السكر، حطيت عليهم كوباية ونص من المية، وحطيت عليهم عصير ليمون وسبتهم على النار لحد ما عملوا كده.
طلعت معايا بقى الصينيه بالشكل ده، شايفين ما شاء الله طالعه عامله ازاي، لونها تحفه جدا. اول ما نحس ان هي ابتدت تاخد لون من الوش كده، يعني يبقى هي كده استوت. انا مش مشغله شوايه، انا بشغل المروحه وبشغل من تحت بس، مش بنشغل الشوايه عليها خالص، بسيبها بقى تستوي براحتها. وبعد كده ابتدي بقى ان انا انزل بالشربات بتاعي على وش الكنافه وهي سخنه، وهي خارجه من الفرن على طول بنبتدي نحط الشربات بتاعنا. شايفين كده بقت ايه، يعني نشربها بالشربات كويس عشان تطلع معاكم حلوه. اول ما ابتدي زيناها بالشربات كده وبقت جاهزه عندي، بسيبها بقى ما بقطعهاش الا لما تبرد خالص. ايه الكريمه لسه سخنه شويه، فلو عملنا كده هتتهري معانا طبعا، مش هتبقى مظبوطه. وبعدين نبتدي بقى نشكل كده على الوش. بحب ان انا بقى اعمل زي هلال كده رمضان بقى، عشان هي كنافه رمضان يعني، كل سنه وانتم طيبين. فنبتدي ان احنا بقى ممكن نحط شويه من المكسرات كده على الوش، ومعاها بقى ممكن نعمل برضو نجمه كده في النص، يعني حاجات كده شويه حركات يعني بتديها شكل حلو. دي لو على سفره بقى وعندك عزومه بتبقى حاجه تشرف بجد، كانك جايباها جاهزه. وبعد كده بقى ممكن نحط كمان شوية بقى، نعمل الحروف دي كده نعملها، ممكن نحط عليها جوز هند يعني نحددها كده شوية. ابدعوا بقى في التزيين، دي حاجة ترجع لكم يعني. من الحاجات اللي هي التزيين ده من الحاجات اللي هي ايه، ذوقيات يعني، في كل واحد وذوقه. كل بصوا كده بقى بقت جاهزة، شايفين شكلها وجمالها ما شاء الله، حلوة جدا. بالهنا والشفا طبعا لكل الاكل. زي ما قلت لكم هنسيبها تبرد، بس للاسف انا ما عملتش كده، ما سبتهاش تبرد لان كنت مستعجله كالعاده. يعني انتوا عارفين ان انا دايما مستعجله ومش فاضيه يعني، فدايما بعمل الحاجه وهي سخنه. فبس انتوا ما تعملوش زي كده. انا قلت بس هفتحها عشان اوريها لكم، بس انتوا لازم تسيبوها تبرد تماما. هنبتدي بقى نفتحها من الجناب كده، ممكن نعملها سلايزات كده بيبقى حلوه، او ممكن تقطعوها باي طريقه تعجبكم. شايفين بقى، اوريكم بس القطعه من جوه زي ما شفتوها طبعا في اول الفيديو، تبقى حلوه جدا. وكده بقى يعني وصفه الكنافه سهله اهيت، وان شاء الله هتقدروا تعملوها بسهوله. بس هنعمل ان شاء الله في رمضان كل سنه وانتم طيبين، هنعمل حاجات كتير حلوه وحاجات كتير كده مختلفه هتعجبكم جدا. فعلوا بس الجرس عشان يوصلكم اشعار بالوصفات اول ما نعملها ان شاء الله. شايفين قطعة الكنافة عاملة ازاي؟ عايزة اقول لكم حاجة كمان نسيت اقولها لكم، ان الكنافة دي هي انا جايباها لونها اصفر اصلا يعني. في كنافة بقى، الكنافة البيضة دي ممكن لو كده ممكن نحط عليها اللون لون الطعام اللي هو البرتقاني ده، بيديها برضو نفس النتيجة. بس هي بجد طلعت حلوة جدا، ويا رب بقى تجربوها وتعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش اللايك بقى.